موضوع حلقتنا النهاردة عن الصمت المدمر. مش دايما الصمت لغة العظماء ولا الوقت هو اللي بيحل وينسي الألم. عمرك سمعت عن اتنين صحاب عشرة عمر أو أب وابنه وفجأة حصل موقف واحد بس تحس إنه هدم كل المواقف الحلوة وعشرة السنين بينهم؟ تفتكر إيه ممكن يحصل يخلي العلاقة تتدمر وتوصل للمستوى ده، أو تستمر بس بشكل باهت؟ شاب بيقول: زعلت صديقي المقرب وسبته مدة عشان يهدى، ولما جيت أصالحه عاتبني وقال لي: هو انت عليك تسيبني وانا زعلان؟ من وقتها حسيت ان مش كل حاجة بتهدى بالوقت، في حاجات لو اتسابت هتسوء اكتر، وان النار لو اكلت بيتي مش هينفع اسيبها تهدى وبعدين اطفيها. فالاعتذار كمان لما يتأخر عن ميعاده مش هيبقى ليه اي لازمة. فبلاش نستنى لما النار تاكل كل حاجة بينا. دي كانت كلمة من قلبي ليكم، اشوفكم في حلقة